عمرك حسيت إنك ضامن الجنة بعملك أو احتقرت عاصي وشفته مطرود من رحمة ربنا؟ هحكي لك النهاردة قصة مرعبة من السيرة. عابد مات كافر وقاتل مات بطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع صحابة منهم أبو هريرة والرجال بن عنفوة، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة تخض: فيكم راجل ضرسه في النار أكبر من جبل أحد. السنين عدت والصحابة دول كلهم ماتوا وما تبقاش غير أبو هريرة والرجال. أبو هريرة كان هيموت من الرعب لأن الرجال ده كان آية في العبادة وحفظ القرآن. ولما ظهر مسيلمة الكذاب، أبو بكر الصديق بعت له الرجال عشان يثبت الناس على الإسلام. بس هناك حصلت الكارثة. مسيلمة أغرب الفلوس والسلطة، الرجال عينه زغللت ونسي دينه وخرج للناس شهد كذب إن مسيلمة نبي، وبسببه آلاف ارتدوا وكفروا. المفارقة بقى في معركة اليمامة، مين اللي قتل مسيلمة؟ قتلوا وحشي، ووحشي ده هو اللي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والمفارقة العجيبة هنا بقى إن العابد الزاهد اللي هو الرجال بن عنفوة مات كافر، والقاتل اللي هو وحشي رضي الله عنه تاب ومات مجاهد وبطل. ولما الخبر وصل أبو هريرة رضي الله عنه سجد شكر لله وبكى لأنه نجا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة يا صديقي، إياك تتغر بعبادتك أو تحتقر عاصف ذنبه. العبرة دايما بتكون بالخواتيم، واليقين الحقيقي إنك تمسك في الطاعة وتدعي دايما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولو وصلت حكاية معانا لغاية هنا ما يقين تنساش تدعمنا نحييها بلايك من وشير عشان جديد، نستمر. نور الصحابة عهد لا يحيد.